حبيبي اللي بستناه يطلع من السنة للسنة، أول ما أشوفه جري أشتريه، كل سنة بيطلبوه مني. بصراحة أنا أشطر واحدة فيه. إزاي تعملي قرع العسل ويطلع معاكي كريمة وناعم كده؟ هوزع على كل حبايبي ويلا نرتب عليهم. سمي الله صلي على رسول الله، شير لي الطريقة لأن أجمل مرة هتعملي فيها القرع، ولو ما عملتيهوش قبل كده والله ريقك هيجري تحفة. يا جماعة اللي ما جربوش فايته كتير قوي. بجيب بقى القرعايه اللهم بارك، والله أنا ما فاكرة دي كانت كام كيلو، بس هي كانت كلها ب 135 جنيه. بصي العنقود بتاعها داخل من جوه ومن بره، ده اللي انا بعرفه كده انها مسكره. وطبعا القرع شكله مختلف تماما عن القرع البلدي اللي هو بيبقى طويل وضخم ده، بس الراجل اكد لي ان ده كمان بلدي. اقول له ده مستورد، يقول لي لا بلدي. اكتبوا لي بقى اللي بيفهم في القرع فين الضميطه، ده بلدي ولا مستورد. المهم دي احسن طريقه لتقطيعه، هتقطعيه شرايح كده، اوعي تقسمي بالنص بقى لان صعبه قوي. كمان الحته من جوه اللي هي فيها البذر دي لازم تشيليها تماما من القرعايه، تمام، لان هي بتبقى متليفه كده. البذر هحوشه وطبعا لازم احمصه على النار واكله، ده بيبقى تحفه. بصوا بقى دي اسهل طريقه للتقطيع، هتعمليه شرايح وبعدين تشيلي القشره الخارجيه والحته اللي جوه اللي هي فيها البذر هتشيلي كل الحته اللي فيها كده مع حته من اللحم لانها بتبقى متليفه شويه. خلاص شايفين بقت نظيفه معايا وزي الفل. شايفين لون القرع؟ عايزه اقول لك القرعايه دي علمت في ايدي، يعني ايدي بقى لونها برتقاني، وعايزه اقول لكم كانت مسكره بالف هنا وشفا على اللي كلها. حطيت كوبايه كبيره من السكر، يعني حوالي كده ربع كيلو، ومجين ميه، وهحطهم على النار. بقيه القرعايه طبعا انا عملت نصها، النص التاني قسمته على كيسين بعد ما قطعته كده وعلى الفريزر على طول. هحطه بقى على لحمه على شوربه خضار هينفعني. المهم اللي في الحله دي نص القرعايه رفعتها على النار مع السكر والميه اللي حطيتهم، وبعد ما تستوي معايا كده سيبيها على نار وسط بحيث ان يبقى لسه فيها باقي ميه، وبالهاند بلندر بقى بالخلاط زي ما انت عايزه ابتدي اضربيها وخليها بيوريه ناعم كده. شايفين ما شاء الله ريحتها يا جماعه تحفه. القرع يعني فوايد لا تعد ولا تحصى. معايا قد ايه حليب بقى على الكميه دي؟ 2 كيلو حليب. شايفين القشطه والخيره اللهم بارك؟ دوبت كده في جزء من الحليب كوبايه من النشا، ولو احتجت نشا تاني هزود. وبرفع بقى النار على اعلى حاجه. شايفين قطع القشطه؟ ما هو كده القرع ما يتعملش غير بالقشطه دي يا جماعه. واللبن اللي كان عندي اللهم بارك كان بخيره. حطيت بقى اخر حاجه فانيليا، بس لقيت الخليط كده خفيف شويه، فزودت الصراحه معلقتين لبن بودره على 3 معالق نشا تاني ونص كوبايه ميه ونزلت بيهم. فطبعا برضو الحليب البودره ادى طعم تحفه مع خليط القرع. بصي بقى دي الفانيليا كده وخلاص خد غلوه وقفلنا عليه. ايه بقى اللي بحب ازين بيه القرع دايما؟ الجلاش. بدي الجلاش معلقه سمنه وافتفته وادخله الفرن كده يقرمش، بتبقى القرمشه مع نعومه القرع يعني مش عايزه اقول لكم جميله قد ايه. بس بقى ملحوظه صغيره، ما تحطيش الجلاش عشان ما يطراش غير بعد ما القرع يبرد تماما، ويفضل كمان يطلع من التلاجة لان الجلاش طبعا هيطرى. فاحسن حاجه حطي الجلاش ساعه التقديم كده عشان يفضل مقرمش معاكي. وادي العلب بقى اللي هنوزعها على حبايبنا، اللهم بارك، احلى قرع بيستنوه مني كل سنه. ما شاء الله تحفه يا جماعه تحفه. استخدمي لبن بلدي كده يكون بخير وعشان يعمل لك القشطه التمام اللي عملنا بيها القرع. بصي قنبله فيتامينات، البيتا كاروتين بتنط منه. شايفين يا جماعه اللون بتاعه؟ يعني مفيد جدا ومضاد اكسده، مفيد شعر بشره عظم كل حاجه. والقرمشه بتاعت الجلاش بقى معاه الله اكبر عليها بجد. لو شفتوا القرع يلا بسرعه هاتوه واعملوه بالطريقه دي. طبعا في ناس كتير بتعمله بالبشاميل بس انا بحبه كده اكتر. حبايب قلبي دعوه حلوه من قلبكم، بحبكم في الله. اعملوا متابعه للصفحه عشان نرجع تفاعل الصفحه، واجمل لايك منك. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم.